أقوى 5 معارك من طرف واحد. المعارك ديّة معارك كانت المفروض مبني لها إن هي تكون صراع بين شخص وشخص تاني، تكون معركة ملحمية وتقعد كذا حلقة، هتنتهي بصدمة لكل المتابعين. المعركة خلصت في ثواني معدودة. معركة بين شخصيتين المفروض كان هيكون بينهم حلقات طويلة من المعارك، لمعركة بتخلص في أقل من حلقة. أقوى 5 معارك خلصت بسرعة صادمة. 5 معارك كانت من طرف واحد. الجزء الأول يلا بينا. رقم 5 وأقوى 5 معارك هي المعركة الأسطورية ليفاي ضد العملاق الوحش. شخصية العملاق الوحش من أول ظهور ليه كان مرعب، وعايز أقول لك إن مفيش حد من فانز أتاك إلا لما كان مرعوب منه في الأول، إن هو ده سقف القوة في الأنمي، وإن هو يكون مرعب لكل الشخصيات. من أول الحلقة اللي ظهر واتكلم فيها وهو بهيئة العملاق كانت مرعبة حرفيا. عملاق اتبنى له إن هو وحش، وفعلا كان وحش. وفي حلقة هيرو كان مرعب، حلقة تقييمها أعلى تقييم لحلقة أنمي في تاريخ العالم الأنمي كله. كان مرعب، قادر يبيد جيش كامل، وكان فعلا شخصية مرعبة. وفضل بالهيبة والرعب ده لحد ما قابل الشخص القصير، أقصر واحد في أتاك، وهو ليفاي. مع بداية ظهور ليفاي ضد زيك اللي هو العملاق الوحش، عايز أقول لك هيبته اتبزع بيها البلاط. من شخص كان المفروض هو مرعب عالم أتاك لشخص إن هو هيموتك من الضحك في عالم أتاك. فعلا الفرق بين قبل وبعد صادم. ليفاي من أول ظهور بعد الترتيب وأول ما قرب منه كان فعلا مرعب. المعركة احنا كنا مستنيين بقى نشوف ليفاي بقى وحركات كتير، كنا حاسين إن هي ممكن تاخد وقت أكتر. لا بس لا، المعركة حصلت بشكل صادم، خلصت بسرعة صادمة. حتى لو ليفاي قابله في معركة تانية كانت بتبقى هي العلقة اللي فاتت، ولا ألم زاد ولا ألم نقص. فعلا كانت معركة من المعارك الصادمة واللي خلصت بسرعة أوي. بس فعلا كانت من طرف واحد، ما كانش فيه أي أمل للعملاق الوحش ضد ليفاي، لأن فعلا ليفاي كان وحش. المركز الرابع مع وحش جديد وأسطورة عالم الأنمي مادارا ضد الكاجي الخمسة. الكاجي الخمسة متبنى لهم من أول ناروتو إن هم سقف اللي هو في ناروتو برضه، وكان فعلا شخصياتهم وظهورهم كان مرعب. من قبل مع الحرب الأخيرة في ناروتو احنا فعلا مقتنعين ان هم دول سقف القوة وفعلا مرعبين. مع ظهورهم القليل واضح ان ليفل القوة بينهم وبين اي شخصية تانية كان خرافي، وفضلوا في الاخر في المعركة بتاعة الحرب واضح ان هم هيظهروا في الاخر. وفعلا لما اتحدوا هم الخمسة في المانجا، انا كنت بقرا في الوقت ده المانجا، احب اقول لك مع ظهور المشهد وهم واقفين جنب بعض ويقولوا احنا هنتولى المسؤولية من هنا ضد مادارا، احنا قلنا خلاص هنشوف معركة أسطورية. وفعلا كانت معركة أسطورية وهيبقوا ند المادارا، وكنا حاسين ان دي نهاية الانمي من واحد قاري مانجا، فكان وقتها ما كانش حد هيحرق عليا، فكنت مقتنع ان هم فعلا ند المادارا وهيقدروا عليه. لحد ما بداية ظهور قوة مادارا، البار ده والليفل اللي كان في عالم تاني. مادارا حرفيا كان بيلعب بيهم، استعملوا كل حاجة عشان يواجهوا مادارا، ومادارا فعلا كان بيلعب بيهم طول الوقت، لدرجة ان هو قال لهم مش انتوا 5 ضد 1، انا هعمل لكم 5 سوسانو لكل واحد. المعركة كانت محسومة بطريقة مش طبيعية لصالح مادارا، لدرجة ان احنا اياميها كنا مصدومين فعلا هو ده مين اللي هيوقفه. ولما طبعا رجع من الموت تاني واكتشفنا ان هو ما ينفعش يموت وان هو هيكمل معانا، كانت حاجة مرعبة. عشان احنا مخلصين الانمي حاسين ان مفيش منافسة بينه وبين الكاجي الخمسة، بس وقتها كنا فعلا مقتنعين ان هو هيبقى قادر يواجههم، او هيبقى في منافسة على الاقل. بس انه يبيدهم بالطريقة دي وبالسهولة دي كانت صدمة كبيرة للعالم الانمي عموما وكل الناس اللي كانوا متابعينها في الوقت ده. المركز الثالث ووحش تاني وهو جوجو ساتوري ضد جوجو الوحش اللي ظهر ما عندوش رحمة، بيولع في أي حد. راح عشان يموت جوجو ويقضي عليه، لأنه هو كان المنافس الوحيد والخطر الوحيد اللي ممكن تهدده من خططه. وبالفعل راح لجوجو لوحده، وكانت صدمة لينا برضو كناس لسه بتتابع الأنمي لأول مرة، إن إحنا عارفين إن جوجو قوي، بس ما تخيلناش إن هو يكون قوي للدرجة دي. إحنا متخيلينه نفس ليفل كاكاشي، يعني اللي هو أنا المدرب بتاعكوا أقوى واحد، بس ممكن أي حد يجي يحط عليه عادي. بس نكتشف ليفل تاني من اللي هو فعلا سقف اللي هو في العالم ده، إن هو ليفل تاني. فعلا معركة كانت من اتجاه واحد، هو مع جوجو ساتوري ضيع هيبته نهائي، وورانا قد ايه الفرق بين اللي هو بين ده وده خرافي. جوجو ساتوري في ليفل هو غير طبيعي بينه وبين اي شخصية تانية، فللأسف محاه خالص. والمعركة اللي كنا مستنينها تكون اقوى وبتقعد وقت اكتر خلصت في مفيش. المركز التاني، معركة اللي اتبنى لها في 300 حلقة وانمي كامل كان بيتبنى له المعركة دي، هي معركة إيتشيجو ضد ايزن، المعركة النهائية. ايزن هو اقوى واحد في عالم الشينجامي، اقوى شينجامي، كان اقوى من الكل، وكانت خطته انه يكتسب كل القوة اللي في عالم الشينجامي عشان يكون اقوى. وبالفعل وصل لليفل قوة اقوى من اللي كان فيه، اللي قدر بيه يمحو كل الشخصيات اساسا. ايزن كان الفرق بينه وبين الشخصيات التانية ليفل مهول، كان بيغلبهم بصعوبة. ايزن كان الفرق بينه وبينهم كتير، مهما حس ان هو خلاص قربوا ان هم ينافسوه نلاقي ليفل قوته زيادة. وبالفعل لما اكتسب قوة زيادة وقوة اكبر ما تخيلناش ان هيبقى فيه تنافس بينه وبين الناس، لا ايزن كان اقوى، كان ليفل تاني خالص، لحد ما قابل إيتشيجو بالهيئة بتاعته الأخيرة، هيئة خلت مفيش منافسة أساسا في المعركة.
من اول ما لمس وشه وطيره، كل حركه بيعملها مفيش منافسه بينه وبين ايزن. كانت فعلا معركه كان المفروض تكون اقوى كمان، بس قوه اتشيجو اللي ظهرت دي احنا ما تخيلناش ان القوه دي ممكن نشوفها في الانمي اساسا. كان فعلا واحده من اقوى التحولات اللي حصلت، والتحولات اللي كانت صادمه، لانه بالفعل محى ايزن خالص وقدر بالفعل ان هو يغلبه. اتشيجو في المعركه دي كان فعلا خرافي، واحده من اقوى التحولات في عالم الانمي واقوى الظهور فعلا كله هيبه وكله ثقه. اتشيجو ان هو اقوى من ايزن كتير كانت مفاجاه بالنسبه لنا، لانه بالفعل كان اقوى من ايزن بطريقه مهوله، وبالفعل كان بيلعب بيه طول المعركه وقدر يغلب ايزن اللي هو بالنسبه لنا هو سقف القوه. فتخيل انه يجي شخص يقدر يلعب بيه بالطريقه دي. ففعلا المعركه دي واحده من المعارك اللي مش واخده حقها في المعارك اللي من طرف واحد، يمكن عشان احنا بنحب ايزن وشايفينه ان هو من اقوى الشخصيات الاشرار اللي حصلت في عالم الانمي، بس بالفعل معركته ضد تشيجو كانت معركه من طرف واحد. تشيجو كان مسيطر على المعركه من اولها. نيجي بقى للمركز الاول، والمعركه اللي هي اقوى معركه من طرف واحد حصلت في تاريخ عالم الانمي، معركه الانتقام جون من انمي هانتر ضد بيتو. معركه تكون كلها انتقام. من اول ظهور جون ضد بيتو احنا متخيلين ان هيحصل معركه خرافيه، محدش يقول ان احنا متخيلين ان المعركه كانت هتمشي بالشكل ده. انا كنت من الناس اللي بيتابعوا انمي هانتر في الوقت ده حلقه بحلقه، وبالفعل كنت بشوف جون وهو بيزعل بيتو عايز اقول له اهدى شويه عشان ما تسخنش عليه. كانت مرعبه لعالم هانتر، كان كل حد بيحس بطاقتها كان بيترعب. فبيتو مبنيه ان هي فعلا من اقوى الحراس واقوى شخصيه ظهرت في هانتر، كانت مرعبه لكل الشخصيات. فطبيعي ان معركتها ضد جون تكون معركه صعبه، وجون ما يكونش حتى في الليفل بتاعها، لاننا ما شفناش منه حاجه تبين ان هو اساسا هينافسها. بس غضبه منها كان دايما محسسنا ان عندها سبب ان هي تجاريه وتمشي ورا كلامه. لحد ما جه وقت المعركه قلنا بقى هنشوف معركه خرافيه بين جون وضد بيتو، هنشوف قوته بقى اخيرا كامله. هو الحاجه الوحيده اللي حصل ان احنا فعلا شفنا قوته كامله. قوه جون اللي ظهرت قوه خرافيه، خلت معركه حصلت عمرها ما حصلت في تاريخ الانمي. تحول هو الاقوى في تاريخ عالم الانمي لشخصيه المفروض كانت بطل وكان طيب بتحول لوحش حرفيا. من اول دقيقه في المعركه، من اول ما بيربطها رجل تقريبا بيطلع مصارينها من بقه. قوه غير عاديه جات لجون، ما تفهمش جات له منين بالعقد اللي هو عمله ان هو بيضحي بحياته قصاد ان هو ينتهي. قوه كانت فعلا صادمه لكل اللي تابع الانمي ده، كانت فاجئ ان المعركه دي عمره ما كان حد هيرتب لها بالطريقه دي. وبالفعل هي واحده من اقوى المعارك اللي كانت من طرف واحد في تاريخ الانمي، مفيش معركه تنافسها، لان فعلا بيتو كان مبني لها ان هي شخصيه مرعبه. احنا كنا مرعوبين من بيتو لحد ما قابلت جون في المعركة دي. فعلا كان الفرق كان جبار بينهم، وجون قدر يسيطر على المعركة كاملة، وكانت معركة خلصت في حلقة في واحدة من أحسن الحلقات في عالم الأنمي. أتمنى تشوفها لو أنت مشوفتش هانتر، أنت فايتك كتير. المعارك دي كلها فعلا كانت معارك صادمة وكانت معارك قوية وتستاهل إن احنا نشوفها. أتمنى تشوف كل المعارك، أتمنى تشوف الفيديو للآخر وتقول رأيك في الكومنتات. لو عجبك الفيديو اكتب لي في الكومنتات، لو ما عجبكش قول لي اقتراحاتك عشان نحسنه. انا احمد سعد ودي قناه ايجي انمي معلش. ما تنساش تشترك وتعمل لايك.